ايه احساسك يا جهاد؟ احساسي ناحية ايه؟ ما اعرفش اي حاجه. النهارده امبارح انا مبسوطة ليه؟ عشان الناس هنا طيبين جدا، في امل يعني. امم حسيت ان في امل. احنا قابلنا ناس امبارح، ناس جميلة قوي يعني ولاحظت ان نسبة الجهل اكتر بالنسبة للستات ونسبة الوعي اقل برضه بين الستات، يمكن عشان ما بيتابعوش الاخبار، يمكن عشان ظروف حياتهم قاعدين بس في البيت. فبعد كده بقى الخطة الجاية ان احنا نعمل حملات توعية للمرأة بقى، تبقى حتى سياسية وثقافية وكل حاجة. بس معتز، احساسك بايه؟ مبسوط. برضو كلكم مبسوطين؟ بس الشعور مختلف، الناس كلها بتشتغل حماس قوي. حتى لو خسرنا المعركه دي اظن ان الناس دي مش هتسكت، تفضل تشتغل. وانت يا انصار؟ انا متفائل جدا لان في حراك سياسي مهم جدا. كنت متفائل اكتر لما ناقشنا كمان امبارح مع شباب الحريه والعداله او التيار الديني كله. تفاوت الناس في اختيار ما بين ولا، ده حاجه لطيفه جدا بالنسبه لي، مؤشر كويس يعني على نجاح. حاجه مهمه في ثوره 25 يناير ان الناس تقدر تشارك في العمل السياسي، حتى لو كانت في اوقات فاتت هي بعيد كل البعد عن السياسه. جايه لكم اهو، رايحين الاستفتاء ان شاء الله يوم السبت. نعم ولا لا؟ بس عايزه اوضح لكم بعض المواد اللي هي اصلا فيها مشاكل في الدستور. مثلا 14 هو رقم الانتاج، يعني لو دلوقتي عايز مصنع اداكم مثلا اتاخر ان هو يجيب المواد بتاعت انها تشتغل، تروح هو ربط الانتاج بالاجل. انت ما انتجتش النهارده، الظروف بايدك بقى، الظروف مش بايدك، انت ما انتجتش، خلاص امشي. انا قمت الصبح خلاص قررت ان انا اصرفك من العمل، انا خلاص انا حره، ممكن امشيك واجيب غيرك هيشتغل بانتاج زي ما هو عايز وهديله اجر. مش عايز تقول حاجه تاني؟ اضيف على كلام صديقي انصاري، انا سعيد جدا لان الناس حتى في الشارع بقت تتكلم في السياسه، مبقاش حاجه تخوفهم، مبقاش في حاجه تمنعهم من الكلام حتى لو مختلفين معاهم في الراي. ده مؤشر كويس ان في حراك سياسي. الناس بقى بطلت تخاف زي زمان. انا مش عارف انا عايز اقول ايه بصراحه. اسمع بقى رايك. يعني الحاجه الايجابيه اللي مبسوط بيها انه الناس عندها قابليه ان هي تتناقش، مش حاجه حالمه او كده. مش بقول كلام مش واقعي، لا فعلا الناس كلها تقريبا بتتكلم، سواء الناس اللي مع او الناس اللي مع لا، كله بيعبر عن وجهه نظره، ودي حاجه كويسه. تقديراتك للنتيجه هتكون ايه؟ هو من المؤكد برضو بحكم ان احنا في اماكن برضو لسه ما شفناهاش، وبحكم ان انت عارف عقليه الشعب المصري ايه، يعني غالبا نعم هتاخد هي النسبه الاعلى. بس هي المعركه مش معركه الدستور، يعني حتى لو الدستور اتمرر مش هي دي المشكله. المشكله انت عندك معركه اطول منها، هي المعركه الاساسيه. انت عايز تغير مفاهيم الناس، عايز تغير عقليه الناس، فدي محتاجه وقت اطول من كده بكتير جدا. طيب رايك يا انصاري في النتيجه ممكن يكون شكلها عامل ازاي؟ لا، من النتيجة ما اقدرش احكم عليها دلوقتي، لان نزولي وسط الناس فبيرجح عندي ان ممكن نسبة نعم ديت ما تحصلش يعني. رغم ان اللي سيد ان نسبة نعم ممكن تبقى هي النتيجة النهائية للاستفتاء. في كلتا الحالتين سواء كان بنعم او لا، تقديري ان القوى المدنية ما خسرتش. بس المفروض بقى الناس تقدر تبني على ده في المراحل اللي جاية، وما نشتغلش على الحدث نفسه. يعني الإخوان كانوا شغالين طول الوقت في المعارك بتاعت الاستفتاء وفي نفس الوقت هم شغالين على المظاهرات والكلام ده، لكن احنا كنا مستنيين لما مرسي يقول الاستفتاء هتتعمل في ميعاده ولا مش هتعمل في ميعاده، وبناء على ده
نبدا ان احنا نتحرك، ودي الغلطه اللي بنقع فيها كل مره. ايه رايك الدستور؟ الله اعلم، انا ما سمعتش عنه حاجه. طب هتنزل بكره؟ بس انا مش من المنصوره. منين؟ انا من الارياف في كفر الشيخ. سمعت اللي عجبك في الدستور واللي مش عجبك؟ والله الكلام المكتوب في الورق حلو بس لو تنفذ. تمام. بس انت حضرتك شغال ايه؟ انا شغال ايه؟ انا شغال في طب تمام. هم اتكلموا عن، سمعت حد بيتكلم عن الفلاحين؟ لا. طب حقك فين؟ ان شاء الله لو الدكتور مرسي نفذ الكلام اللي في الدستور بتاع الفلاحين والناس ديت. طب ما هو ده شوف رأي جهاد. نتيجة الاستفتاء اعتقد ان هي حتى لو للاسف النتيجه هتبقى نعم، النسبه مش هتبقى كبيره قوي، طبعا مش على يقين ان هي تبقى نعم، بس حتى لو النسبه مش هتبقى كبيره قوي زي ما قال انصاري نقطه مهمه ان احنا بعد كده مش هنلعب قبل الحدث، احنا المفروض نوعي الناس من قبلها بكتير ونبتدي نشتغل على ده. هو صعب فعلا ان احنا نكون رأي بدري قوي. اعتقد النهارده وبكره هيكون ايام حاسمه، لسه قدامنا شغل كتير نعمله، وحتى اذا كانت النتيجه لا او نعم دي البدايه مش النهايه ابدا. سواء نعم او لا في شغل كتير لازم نعمله. كلنا اتعلمنا ان لا لازم نشتغل بدري اكتر، لازم نشتغل في الشارع اكتر، لازم نشتغل وسط الناس البسيطه اللي ما بتتابعش اعلام، ما بتتابعش جرايد، ما بتشوفش برامج توك شو. كلام النخبه ما يهمهمش قوي، يهمهم الناس اللي بتتكلم في الشارع معاهم، بيقعد معاك على القهوه يتكلم معاك. طب حد يختم، حد يقول شكرا سلام عليكم كده يعني. شكرا سلام عليكم. شكرا الى اللقاء. الى اللقاء ان شاء الله. اللقاء. مش عايز تختم تقول اي حاجه؟ طب انت مش عايز تختم؟ شكرا، الى اللقاء. سلام عليكم.